السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مملحة. نبداو بالمقادير. هنا عندنا البصلة اللي ديجا قطعتها رقيق، درت عليها شوية ديال الملحة، شوية ديال الابزار. هنا عندي الهبراء ديال العدن اللي قطعتها حتى هي مكعبات صغيرة. غنضيف تومة. هنا انا كانت عندي تومة ديال المكعبات، تقدروا ديروا تومة يعني بودر اللي كناخذو من عند مول لوازم الحلويات، راه عنده. صافي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نحطها تشحر فوق النار حتى يتشحر هادشي مزيان ويطيب ليا العدن. هنا من بعد ما تشحرات ليا هاد الحشوه فغادي نضيف ليها فروماج، جبن. صراحه كيجي لذيذ بزاف في الحشوات، رائع هاد الفرomاج صراحه، فيه واحد البنه رائعه. فانا هنا تقريبا غندير واحد زوج المعالق ديال هاد الجبن، وغادي نخلط هاد الحشوه مزيان، يعني حتى غادي تنسجم ليا مع هاد الحشوه ديال العدن. غنستمر في التحريك المستمر يعني حتى تشحر، حتى تخلط ليا هاد الحشوه مزيان. هاد المملحه صراحه يعني دغيا كتوجد تبارك الله، ما كتاخذش وقت كتير وغتجيكم يعني ساهله في الخدمه ديالها. تصاوبوها في ساعه، يعني واخا تكونوا معطلين على الفطور ديالكم فغادي توجدوها. واهم حاجه هو انه خاصها تكون عندكم غنصاوبوها بواحد الحاجه اللي صراحه اكثر غير كنرموها، فعلاش لا ما نستغلوهاش ونصاوبوا بها هاد الحشوه. وهذه هي ورقات البسطيله اللي يعني ملي كنصاوبوا ورقه البسطيله بخصوص في هذا الشهر الكريم كتبقى لينا. انا كناخذها كنحتفظ بها في المجمد، ومني كنبغيها راه كنهزها كنستعملها. هانتوما دابا انا خرجتها من الكونجيلاتور، خليتها حتى يعني ديكونجلات، وغادي نقطعها بالمقص. غنقطعها بالمقص بشكل رقيق بزاف. اولا اللي عنده الوراقه راه يمكن ليه انه يدوزها في الوراقه في الجهه ديال سباكيتي، يدوزها في الجهه الرقيقه ديال سباكيتي. اللي ما عندوش راه يستعمل غير المقص او لا يقطعها بالموس، ماشي مشكل. غير المهم هو انها تجي مقطعه رقيق. هانتوما كملت الكميه اللي عندي ديال الورقه صافي، وغادي ندوزو للمرحله الجايه ان شاء الله. هنا خديت ليمون فرديين اللي غادي دهنتهم بالزبده مزيان. بالنسبه للورقه فانا هنا راني ما دهنتها لا بزيت لا بوالو، لانه هي ديجا ملي كنجيبوها من عند مول الورقه راه كتكون هي اصلا مزيته. فصافي غادي نبدا نهز واحد الكميه ديال الورقه، وغادي نحطها في ليمون، وغادي نصاوبها في ليمون. غادي نصاوبها في هاد الليمون، يعني نحاول انني نقاده باش تاخذ ليا لا فورم ديال هاد الليمون صغارين. اللي عنده ليمون ديال الكاب كيك فيديرهم في ليمون ديال الكاب كيك. صافي غنستمر بهكا حتى نكمل هاد الليمون اللي عندي، نصففهم ونقاد فيهم هاد الورقه البسطيله. صراحه يعني فكره اللي هي زوينه، ما كاينلاش حنا غنضيعوا الورقه اولا غنلوحوها، علاش ما نستغلوهاش ونديروا بها واحد المملحه اللي غادي تاخذ لينا، اللي ما غاديش تاخذ لينا وقت الهوايه كتير، وفي نفس الوقت دغيا غادا توجد لينا. هنا غادي نجيب الحشوه، غادي ندير واحد القياس ديال الحشوه، غادي نبدا نحطها في الوسط ونحاول انني نقادها مزيان. غادي نقادها وغادي ندير عليها، غنزيد عليها عاوتاني من الفوق قياس ديال الورقه البسطيله من الفوق، يعني باش نغطيها من الفوق. كنحاول انني نقاد ما نخليش الفراغات، يعني ما نخليش الفراغات. صراحه كنتمنى انكم تجربوها لانها كتستحق التجربه. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. بعد ما عمرتهم كاملين
غادي ندير كاسرونه فيها الزبده والزيت، غادي نذوبهم وغادي ندهن هاد المملحه من الفوق بشويه ديال بالزبده والزيت اللي ذوبنا. صافي غادي نكون مشعله الفران حتى غيسخن مزيان، غادي نطفي عليه الفوق وغنخليه غير لتحت على نار مهيله حتى طيب هاد المملحه وتحمر. صافي يعني ملي كتبان لك تحمرات من التحت وطلعت ديك الحموريه من الجنيبات، صافي كنحطها نشعل عليها عاوتاني فوق تحمر. وبالنسبه للتزيين فانا هنا زينتها بوريقه ديال المعدنوس وفرماج ساندويتش قطعته على شكل بيضات، وبالصحه والراحه.